السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم فيديو جديد من قناتكم حكاية الكنز، والفيديو هيكون عن الجنيه التذكاري مجلس الدولة بإصدار 2021. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اللي لسه مشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا كده سريعا بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني ومعانا جنيه تذكاري اللي هو مجلس الدولة ده. واضح كده، في أسعار كتير طلعت عن الجنيه ده، وناس كتير جدا مش عارفة هي حقيقية ولا لأ. مبدئيا الجنيه ده لسه متداول حاليا ومش بيعمل الأسعار دي نهائي. طيب ايه اللي بيكون مطلوب بالنسبة للجنيهات اللي هي المعدنية؟ قلنا قبل كده بالنسبة للجنيهات المعدنية هو جنيه واحد بس اللي مطلوب، وهو بتاريخ 2005 اللي هو الإصدار ده. أهم حاجة يكون بينجذب للمغناطيس. واضح كده، ده اللي بيكون مطلوب. لكن الفيديوهات اللي هي طالعة عن العملات اللي هي التذكارية اللي هي زي ديت كده مجلس الدولة وأي حاجة تانية، محدش يصدق الفيديوهات ديت ولا يفكر إن هو يتجمع جنيهات من ديت ولا يشتري الحاجات ديت نهائي. اللي بيكون مطلوب هو الجنيه اللي هو 2005 اللي بينجذب للمغناطيس، اللي هو تيجي تقربه للمغناطيس كده ينجذب للمغناطيس. وده سعره حاليا بيكون من 100 جنيه مصري لحد 150 جنيه مصري، وناس كتير جدا بتحب ان هي تحتفظ بيه لان ده اللي فيه خطأ السك. لكن اي جنيهات تانية تذكارية متداولة حاليا ما بتعملش الاسعار ديت، ده جنيه بجنيه. لكن اللي بيتم الاحتفاظ بيه اللي هو 2005 ده اللي هو بينجذب للمغناطيس. كل يركز وما يجمعش الجنيهات اللي هي التذكارية ولا يشتريها نهائي. حابب تشتري اشتري اللي هو 2005 اللي هو بينجذب للمغناطيس، لأن الجنيه ده يعتبر خطأ سك. لكن اللي هم التذكاريين الجنيه بجنيه. واي حد معاه عملات وعايز يبيعها ومش عارف، عندك طريقتين تقدر تبيع من خلالهم اي عملات معاك. الطريقة الاولى وهي تطبيق اوليكس، تقدر تبيع من خلاله اي عملات معاك. بتصور العملات اللي معاك وش وظهر وتبدأ تعمل الاعلان الخاص بيك وتبدأ تكتب بيانات العملات كلها، واهم حاجة تحدد سعر البيع. الطريقة التانية وهي جروبات الفيسبوك للعملات القديمة في مصر. تدخل تنضم للجروبات دي وتصور برضو العملات اللي معاك وش وظهر، وتبدأ تكتب بيانات العملات اللي معاك كلها بالظبط، وتحدد السعر وتسيب رقم للتواصل. وبكده هتقدر تبيع أي عملات معاك. وزي ما قلنا الجنيهات التذكارية يا جماعة ملهاش أي سعر غير إنها جنيه. اللي بيتباع في الجنيهات المعدنية الجنيه اللي هو 2005 اللي بينجذب للمغناطيس اللي هو ده. واضح كده. لكن العملات اللي هي التذكارية اللي هو زي مجلس الدولة بقى والحاجات دي كلها ما لهاش اي سعر غير ايه، غير انها جنيه. الجنيه بجنيه. مفيش بقى حد يقول لك اللي هو ايه ب 300 جنيه وب 500 جنيه والكلام ده كله. الكلام ده كله على الفاضي وتضييع وقت. يا ريت اللي استفاد من الفيديو ما ينساش يدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.